ازاي تحل النصوص والقراءة المتحررة وتضمن درجاتهم كمان. الطريقة دي هتفرق معاك بنسبة كبيرة وهتساعدك انك تضمن درجاتهم بإذن الله. اول حاجة قطعة القراءة المتحررة انت هتقرأها مرتين. اول مرة هتقرأ القطعة كويس جدا، وكل فقرة تقرأها هتحط لها عنوان ورقم. يعني مثلا قرأت الفقرة الأولى، فأنت كده هترقمها برقم واحد وهتحط لها عنوان. طب هتحط لها عنوان على أساس إيه؟ هتحط لها عنوان على حسب هي بتتكلم على إيه وأنت فهمت منها إيه. طب ده كله ليه؟ لأنه ممكن في الأسئلة يطلب عنوان لأي فقرة، فأنت تكون جاهز وتوفر وقت. تاني حاجة، أي كلمة هتلاقي متعلم عليها سواء بخط تحتها أو بأي شكل من الأشكال، فأنت مطالب تعمل حاجتين. اول حاجة هتحط لها معنى، تاني حاجة هتحط لها جمع. طب ده ليه؟ لانه بنسبة كبيرة هيكون طالب الحاجات دي تحت في الاسئلة. كده انت قرأت القطعة لأول مرة من غير ما تبص على الأسئلة ولا الاختيارات ولا تعرف هو طالب ليه، فخدت فكرة كبيرة عن القطعة بتتكلم عن ايه وفهمتها من غير ما تكون شاغل بالك بالأسئلة ولا الاختيارات. طب هتعمل بعد كده ايه؟ هتنزل تبص على الأسئلة وتقرأ الاختيارات كويس جدا، وترجع تاني للقطعة تقرأها فقرة فقرة. كده انت قرأت القطعة للمرة الأولى من غير ما تبص على الأسئلة أو الاختيارات، وخدت فكرة كبيرة جدا عنها بتتكلم عن ايه وفهمتها كويس جدا. هتبدأ بقى تنزل تبص على الأسئلة والاختيارات وتقرأهم كويس جدا، وهترجع تقرأ القطعة للمرة التانية وهتطلع إجابات الأسئلة دي. وممكن قبل ما تقرأ الاختيارات تحل انت السؤال من دماغك وبعد كده تختار، وبكده بيكون بنسبة كبيرة حليت السؤال صح وضمنت اجابته صح وضمنت درجته. الطريقة دي ممكن تبان انها بتاخد وقت كبير جدا، بس لو فضلت متابع عليها وملتزم بيها هتحل بسرعة بعد كده، وهتضمن انك حليت بنسبة كبيرة القطعة كلها صح. لو فضلت مكمل عليها صدقني هتقدر تحل اي قطعة تقف قدامك بكل سهولة وبكل أريحية، وتكون ضامن إنك حليت كل الأسئلة صح وتضمن درجاتها النهائية بإذن الله. وهكذا برضو تعمل في النصوص المتحررة، وبإذن الله تكون ضمنت درجة النصوص المتحررة والقراءة. وبس كده، سلام.